تفضل شيخ سيف. اقرأ السماعة. انت تعطيه اقرأ بالله. وين الحضور الكرام؟ الشيخ مسحوب على بنك الأردن ترى طارق بأمر السيد إبراهيم محمد بن المحترم مبلغ وقدره 175,600 دينار أردني لا غير من حساب أخونا الكريم سالم عبد الله سليمان الهلبان. أعطيني بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا أبو شامخ هو ابن المصاب، وهو الذي دفع هذه المبالغ من حسابه وحساب إخوانه. تفضل. أما بالنسبة لي فإذا حضر الماء بطل التيمم. حضر أخونا الشيخ أحمد بن رفادة شيخ قبائل بلي من المملكة العربية السعودية، جاء متحملا مشقة السفر وحر الشمس، جاء لهذه الغاية. تفضل هذا الشيخ. هو كل شيء كبيرنا وهو الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أهلا وسهلا بالجاه الكاملة ومن حضر بأخواننا من قبيلة بلي الذين أتوا من المملكة العربية السعودية وأخواننا من المملكة الأردنية الهاشمية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، وأهلا بالجاه وما يمثلون من وراء من أي قبائل، أهلا وسهلا بهم. وأنا لا أريد أن أخوض بالقضية، ولكن بما أن الأخ إبراهيم وأخوته قد وكلوني بهذا الموضوع، وبصفتي أمثل قبيلة بلي بالمملكة العربية السعودية وبالأردن وبجميع أقطار الدول العربية كافة، وهذه قبيلة لا ترابط في بعض البعيد والقريب، كل يخدم ببلد موجوده فيه، ولكن صلة القرابة مربوطة إن شاء الله بيننا جميعا. وأهلا وسهلا بكم. وهذا الشيخ أولا نترك هذا المبلغ كاملا لوجه الله عز وجل، وإكراما وإجلالا لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك وللأخ العزيز الأمير فواز الذي هو متحمل شؤون البادية، والرجل الذي لا يألو عملا الليل والنهار وهو يصلح بين هذه القبائل، يستاهل الشكر وإجلالا لجميع الحضور. فهذا المبلغ إكراما لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يخلف عليكم. هل بس ثاني خلي ابو شامخ يحكي بس شغله صغيره. بالنسبة للتأمين يحصل المبلغ عن متبرعين في الجمعيات الخيرية، والله ما بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من لا يشكر الناس
رحمه الله. فجزيل الشكر والعرفان والتقدير وعظيم الامتنان إلى قبيلة بلي في السعودية والأردن وفي جميع أقطار العالم العربي، وإلى أهلنا وإخواننا المناصير، وإلى جميع المستقبلين على هذا الكرم العربي الإسلامي الأصيل. فهذا ليس غريب على مثل هذه الوجوه الكريمة الطيبة. وإننا في الأردن والسعودية وفي ظل القائدين العظيمين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز والشعبين الشقيقين السعودي والأردني والمكملين لبعضهم البعض والداعمين دائما وأبدا لبعضهم البعض، فإننا فريق واحد وأسرة واحدة وشعب واحد في هذا الوطن وذاك. وإنني أتقدم كذلك بجزيل الشكر والعرفان إلى أخي الشيخ سليمان مفلح شوابته، والذي أبلغني عندما أبلغته في تاريخ الصلح بأنه جاهز إلى جميع الحقوق لقبيلة بلي وما تطلب بلي، فإنني أشكره وأشكر كامل الفريق الطيب. لابت بلي ليس غريب علي هذا بلي من شجرة طيبة مباركة، والشجرة الطيبة لا تدر إلا الثمر الطيب، فالطيب ينبع من بلي، والطيب موجود في بلي، والأخوة موجودة في بلي. فأنا أشكرك شيخنا الجليل شيخنا العزيز، وأنت في وطنك، في وطن الأردن، وطن عبد الله الثاني، نتقدم لك بجزيل الشكر والعرفان والتقدير. بارك الله فيك وبالحضور كاملا، وشكرا. وأرجو من أخوي محمد بن سليمان يتحدث. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الشكر موصولا لعشيرة بني بلي، وإلى عشائر بني عباد، وإلى جميع الحضور في مستقبلين هذه الجاهة الكريمة. والشكر موصولا إلى الجاهة الكريمة فردا فردا من جميع أبناء المملكة الأردنية الهاشمية تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة سيدنا الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره. والشكر موصولا إلى ابن أخونا وحبيبنا أبو شامخ وأخوانه على هذا الكرم العربي الأصيل. والشكر موصولا إلى بني بلي على كرمهم الأصيل الذي نفتخر ونعتز به جميعا. وأتمنى من الله العلي القدير أن يدوم النعمة والمحبة والأخاء بين أبناء عشائر المملكة الأردنية الهاشمية بدون استثناء. وشكرا لكم.
مستشار سيدنا لشؤون العشائر الذي بهمته دائما وابدا نذهب الى كل مكان ونوجه بتعليمات وبطيب